لو بتدوري على فطار طري وهاش ولذيذ، اعملي فطاير الحليب القطنية، سهلة بمكونات بسيطة وطعمها يجنن. تنفع للفطار أو العشاء، وهتخلي البيت كله يسأل على الطريقة من ريحتها وطراوتها. في بولة كبيرة هنحط 3/4 كوب حليب دافي، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقتين سكر، ونقلبهم كويس لحد ما الخميرة تدوب. بعد كده نضيف بيضة كاملة ونص معلقة صغيرة ملح، ونقلب المكونات السايلة كلها. وبعدين ننزل ب2.5 كوب دقيق بالتدريج ونعجن. ولما العجينة تبدأ تلم، نضيف معلقتين زبدة طرية، ونعجن من 8 ل 10 دقايق لحد ما تبقى ناعمة وما تلزقش في الإيد. ولو لسه بتلزق شوية، بندهن إيدينا بزيت خفيف بدل ما نزود دقيق كتير. نغطي العجينة ونسيبها تخمر ساعة لحد ما حجمها يتضاعف. بعد التخمير نقسمها ل9 كور متساوية ونريحهم 10 دقايق. وبعدين نفرد أول كورة على شكل مستطيل، ونلفها رول زي صوابع الفينو. ونفرد نص الرول بس من طرف واحد، ونشد شوية علشان ناخد شكل الكرواسون. ونرص الفطاير جنب بعض في صينية، ونغطيهم ونسيبهم يخمروا تاني حوالي نص ساعة. وقبل ما ندخلهم الفرن، بندهن الوش بصفار بيضة ومعلقتين حليب، أو حليب بس لو مش عايزين نستخدم بيض. وندخلهم فرن سخن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط من 15 ل 20 دقيقة، لحد ما ياخدوا لون ذهبي وريحة تحفة. وأول ما يطلعوا من الفرن، نغطيهم بكيس بلاستيك علشان يحتفظوا بطراوتهم ويبقوا قطن فعلا. جربيها ومش هتبطلي تعمليها.